النهارده عندنا رحلة سياحية في مدينتين من أعلى مدن العالم، مدينة الزهراء ومدينة قرطبة. وطبعا لما نسمع الزهراء وقرطبة هنفتكر الأندلس. فعلا المدينتين دول كانوا على أيام الأندلس. اتبنوا المدينتين لما كانوا المسلمين مستقرين هناك، وفضل المسلمين تقريبا حوالي 8 قرون على أرض الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا. هناخدكم في جولة سريعة كده ونعرف معلومات مهمة على المدينتين. أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أكيد طبعا كلنا عارفين الأندلس، وكمان عارفين إن المسلمين استقروا هناك حوالي 8 قرون لحد ما سقطت غرناطة في إيد الصليبيين. وفي فترة حكم المسلمين لأرض الأندلس عملوا فيها حاجات كتير جدا، وازدهار الحضارة في الوقت ده الإسلامية، وبنوا مدن كتير. من ضمن المدن اللي بنوها مدينة الزهراء ومدينة قرطبة. فهناخدكم في جولة سريعة كده ونتعرف على المدينتين. ظبط اتجاهك معايا وتعالوا نشوف. اول حاجه مدينه الزهراء. مدينه الزهراء اتبنت تقريبا سنه 325 هجريه. بناها الخليفه عبد الرحمن الناصر، والكلام ده كان على سفح جبل اسمه جبل العروس. والخليفه عبد الرحمن الناصر للي ما يعرفش يعني كان تامن خلفاء الدوله الامويه. وعشان ناكد المعلومات ان الاندلس فتحت في عصر الخلافه الامويه، وفتحت على ايد طارق ابن زياد. نرجع تاني لمدينة الزهراء. مدينة الزهراء قريبة جدا من مدينة قرطبة حوالي 6 كيلو، وتقع غرب مدينة قرطبة. يقال ان استمر بناء المدينة حوالي 15 سنة، وانتقل عليها الخليفة سنة 336 هجرية. فضلت مدينة الزهراء مقر للخلافة ومركز للنفوذ السياسي، وتقريبا كده الكلام ده قعد حوالي 40 سنة. وال40 سنة دول هي فترة حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه المستنصر. المستنصر أشرف على بناء المدينة، وجاب مواد البناء من كل مكان، من اوروبا وافريقيا، وجاب الرخام الاخضر الجميل من المغرب العربي. يعني بصراحه عاملين فيها شغل جامد جدا. واكيد في ناس كتير مننا راحوا مدينه الزهراء وراحوا مدينه قرطبه وانبهروا باللي موجود هناك، وقد ايه المسلمين اياميها كانوا متقدمين جدا، والحضاره الاسلاميه كانت في ازهى عصورها. ويقال ان الخليفه عبد الرحمن الناصر اختار اسم الزهراء على اسم زوجته. شكله كده كان رومانسي. ابرز الاماكن اللي موجوده في مدينه الزهراء نمره 1 قصر الزهراء. قصر جميل جدا، جدرانه من الرخام ومتزينه كمان بالذهب. ده غير طبعا التحف اللي موجوده جوه القصر، وكمان النوافير حاجه بديعه جدا. في حوض في النص كده عليه حوالي 12 تمثال من الطيور. في حوالي 8 ابواب من العاج والابانوس. وفي مكان واسع جدا يسمى بهو، يعني مكان واسع مخصص لاستقبال كبار الزوار، من بقى ملوك لوزراء لامراء. القصر كان تحفه في الجمال الفني، وده ان دل يدل على تقدم العماره والفن في العصر الاسلامي. نيجي بقى نشوف مسجد الزهراء. المسجد ده اتبنى في 48 يوم، يعني انجاز ما بعده انجاز. واكيد طبعا ده يدل على التقدم في العصر الاسلامي الذهبي. يعني يتم بناء مسجد في 48 يوم، دي حاجه طبعا انجاز كبير. المسجد كان في وسط نافوره، وكان في اعمده كتير جدا وواسع جدا. ابداع فني ملوش مثيل. تالت حاجه وفي مدينه الزهراء تم سنه 2009 اللي هو متحف الزهراء او متحف مدينه الزهراء. بيقدموا في المتحف ده قطع اثريه كتير جدا، ده غير تقديم بعض المعلومات عن مدينه الزهراء ومدينه قرطبه. على الرغم من ان الصليبيين لما دخلوا وخدوا ارض الاندلس دمروا كل ما فيها، وتقريبا كده سابوا 3% من الاثار الاسلاميه. نيجي بقى نشوف مدينه قرطبه. المدينه موجوده على ضفاف نهر الوادي الكبير على ارض الاندلس. طبعا مدينه قرطبه مدينه سياحيه من الدرجه الاولى. علماء التاريخ بيقولوا ان القرطاجيين اول من اسسوا مدينه قرطبه واستقروا فيها. بعد كده استولى عليها الرومان واطلقوا عليها اسم قرطبه. بعد كده جه البيزنطيين، بعد كده القوط الغربيين، لحد ما اصبحت عاصمه الدوله الامويه، يعني تحت الحكم الاسلامي. مدينه قرطبه من اقدم واعظم المدن في التاريخ. واحد ممكن يسالني ليه؟ لان مدينه قرطبه شافت تقدم في جميع النواحي السياسيه وعلميه واقتصاديه. والكلام ده كان في عهد عبد الرحمن الناصر وابنه المستنصر. تقريبا كان عدد سكانها 1,000,000. اهتموا بالعلم في مدينه قرطبه، وتقريبا كده كان فيها مكتبه بتتضمن 4000 كتاب، وكان فيها جامعه كبيره جدا بتستقبل الطلاب من شتى بقاع الارض. والجامعه دي كان فيها تقريبا 70 مكتبه، ده غير ان كان فيها مدارس مجانيه للفقراء. انجبت قرطبه كتير من العلماء اللي ليهم اسم كبير في التاريخ لحد النهارده. عباس بن فرناس والإدريسي والقرطبي،
اهم المعالم السياحيه اللي موجوده في مدينه قرطبه مسجد قرطبه الكبير. اتبنى في عهد عبد الرحمن الداخل مؤسس الدوله الامويه. المسجد يعني بصراحه فن معماري هائل، كان فيه اعمده كتير جدا ومزينه بالذهب، ده غير النوافير اللي موجوده في المسجد، حاجه فنيه جميله جدا. ومع الاسف اللي راح للمسجد وزاره النهارده اتقلب كنيسه، وسابوا جزء صغير جدا في المسجد يعني كأثر إسلامي. لكن سبحان الله ربنا أراد إن المسجد يفضل اسمه مسجد. والدليل على كده لما تروح قرطبة وتسأل بالأسباني يعني في مسجد قرطبة، يقول لك المسجد أهو. يعني سكان المدينة نفسهم لسه لحد النهاردة بيقولوا عليه مسجد، واللي يفض في الشوارع مكتوبة لحد النهاردة مسجد قرطبة، أكيد بالأسباني طبعا. ده غير طبعا في آثار تانية كتير، الجسر الروماني والضريح الروماني، وفي قلعة كلهورة واتقلبت دلوقتي متحف، ده غير الحمامات العربية وغير قصر قرطبة، ده غير حديقة قرطبة النباتية، وغير طبعا ما ننساش العالم الكبير ابن رشد وبيته موجود لحد النهاردة مزار سياحي في قرطبة. قد ايه الحضاره الاسلاميه سابت اثر كبير في اوروبا من خلال الاندلس، وقد ايه شفنا وعرفنا ازدهار الحضاره الاسلاميه في مدينه الزهراء ومدينه قرطبه، والتقدم في شتى المجالات، والعلماء المشاهير اللي فادوا البشريه اللي اتخرجوا من ارض الاندلس. ولحد النهارده العالم كله بيتكلم عن العلماء في العصر الاسلامي الذهبي. يا ريت نرجع بقى لايام العصر الاسلامي الذهبي ونتقدم في شتى المجالات. اصدقائي الاعزاء شكرا لكم ولمتابعتكم، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، والسلام ختام.